اعظم قائد عسكري عرفه التاريخ، خاض اكتر من 100 معركه، وقدر يقضي على امبراطوريه الفرس. اتربى على القتال والمعارك من وهو صغير لحد ما كبر، وبقى قائد لجيوش ضخمه جدا. كان بيقاتل من غير درع، ماسك سيفين في ايده الاتنين. بداوا يلاحظوا عبقريته في التخطيط العسكري وبراعته في قياده الجيوش، لدرجه انه اتسجل في التاريخ كاول قائد عسكري ما هزمش في ولا معركه. والراجل ده يعتبر واحد من اقوى القاده العسكريين في تاريخ البشريه كلها. الشخص ده هو خالد بن الوليد. الراجل ده كان استثنائي جدا، حتى لما شافه الرسول صلى الله عليه وسلم لاول مره ابتسم، ولما وقف قدام النبي قال خالد سيف من سيوف الله عز وجل. الصحابي خالد بن الوليد اتولد سنه 30 قبل الهجره. ابوه اسمه الوليد بن المغيره، سيد بني مخزوم من اسياد قريش، ووالدته هي لبابه الصغرى بنت حارس بن حرب. وكعاده اشراف قريش تم ارسال خالد لقبيله عربيه بتعيش في الصحراء عشان يتربى تربيه صحيحه ويتغذى تغذيه تكسبه لياقه وصحه. بمرور الوقت بدا خالد يتعلم ركوب الخيل ويثبت جداره كبير في مهاره الفروسيه، وبقى من امهر فرسان بني مخزوم، واتقن جميع فنون القتال في المعارك، وبقى بيستخدم جميع الاسلحه المعروفه وقتها. بدا كبرياء وعزه نفسه يزيد مع الوقت باعتباره ابن زعيم قبيله، ومش اي زعيم. انت بتتكلم في شخص كان بيكسر لوحده الكعبه في سنه، والسنه اللي بعدها كانت قريش كلها بتشترك في كسوه الكعبه. طبعا ثراء الوليد بن مغيره خلى خالد مش محتاج يشتغل ومتفرغ للفروسيه لحد ما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان خالد عنده 24 سنه، ونتيجه لرد فعل الوليد بن المغيره اللي كان شايف انه له الحق في النبوه اكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم، التزم خالد موقف الحياد من الدين لحد ما حصل اول اشتباك بين المسلمين والمشركين. كان في غزوه بدر سنه 2 هجريه، واللي انتصر فيها المسلمين رغم عددهم القليل اللي كان حوالي 340 مقاتل مقابل 1000 مقاتل من المشركين. وقدر المسلمين يأسروا 70 مشرك، من ضمنهم 17 شخص من قبيله بني مخزوم، كان معظمهم من قرايب خالد، وعلى راسهم الوليد بن المغيره اخو خالد بن الوليد رضي الله عنه. وعلى طول راح خالد واخوه هشام ليثرب عشان يدفعوا الفديه، واللي اتقدرت ب 4000 درهم. بعد هزيمه بدر بدا المشركين يستعدوا للانتقام، وجهزوا جيش مكون من 3000 مقاتل. توجه رسوله معاه 1000 رجل لمنطقه الشيخان، وانسحب منهم 300 راجل، فبقى جيش المسلمين قبل المعركه متكون من 700 راجل. وصل للرسول وقوات الزحف لاحد، وبالوصول هناك كان المشركين في انتظار المسلمين. وقتها امر الرسول 50 واحد من الرماة بانهم يصعدوا على جبل العينين عشان يعملوا غطاء جوي بالسهام لجيش المسلمين. وامرهم الرسول بعدم النزول من على الجبل الا بعد انتهاء المعركه نهائيا. ولكن بعد ما صار المعركه كان في اتجاه النصر للمسلمين، نزل الرماة من على الجبل عشان الغنايم. ولكن خالد بن الوليد قائد ميمنه جيش المشركين وقتها قدر يستغل غلطه الرماة ويقوم بقتل الرماة اللي فاضلين من على الجبل، بما فيهم قائدهم الصحابي عبد الله بن الجبير، وينزل من خلف جيش المسلمين ويقود الهجوم اللي قدر يرجع للمشركين السيطره. دي كانت الغزوه الوحيده اللي خسرها المسلمين، كانت على ايد خالد بن الوليد. وقتها خسر المسلمين 70 شهيد، بالمقابل مات 22 من قريش. بعدها اشترك خالد بن الوليد ضد المسلمين في غزوه الاحزاب سنه 5 هجريه، والمعروفه بغزوه الخندق. وكان خالد وظيفته تامين مؤخره جيش المشركين ومعاه 200 فارس، ولكنه ما اشتركش في المعركه بشكل فعلي. وانتهت الغزوه بانتصار المسلمين بعد ما ارسل ربنا سبحانه وتعالى جند من الملائكه يحاربوا معاهم سنه 7 هجريه. وبعد صلح الحديبيه بدا خالد يفكر مع نفسه في معتقداته الدينيه، وافكاره بدات تتحول من الامور القتاليه للامور العقائديه، لانه كان شخص ما بيؤمنش بالالهه اللي بيعبدها الناس في قريش. وبعد ما استقر راي خالد على الاسلام انطلق للمدينه، وهو في طريقه قابل عمرو بن العاص وعثمان بن طليحه اللي كانوا في طريقهم للمدينه عشان يعلنوا اسلامهم. وساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان مكه قد القت الينا افلاس كبدها، وده طبعا راجع لقيمتهم كقائدين ومحاربين. دخل خالد الاسلام وهو عنده 43 سنه. بعد اعلان اسلامه ب3 شهور جت الفرصه اللي هيبرز فيها خالد قوته وذكائه وسط صفوف المسلمين. كان في غزوه موته سنه 8 هجريه، واللي كان خالد مشارك فيها كجندي. لكن بعد مقتل القاده الثلاثه تولى خالد قياده الجيش وعمل افضل انسحاب تكتيكي في الحروب وقتها بدون خسائر. بعد الانسحاب من موته بعض اهل المدينه اتهم المسلمين انهم فروا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليسوا بالفرار لكنهم القرار ان شاء الله. وبعدها قال بصوت مرتفع ان خالد سيف من سيوفك فانت تنصره. من هنا لقب خالد بسيف الله المسلول. دور خالد في غزوه موته خلاه يكسب ثقه الرسول اكتر، ويكون من ضمن القاده الاربعه اللي قادوا جيش المسلمين في يوم فتح مكه، واللي كان تعداده 10000 مقاتل. وحصل الفتح بدون قتال الا من جهه خالد لما حاول بعض رجال قريش بقياده عكرمه بن ابي جهل انهم يهاجموا المسلمين، ولكن قدر خالد انه يتصدى ليهم ويقتل 12 منهم ويهرب باقي المشركين اللي شاركوا في الهجوم بعد فتح مكه. انضم لجيش المسلمين 2000 مقاتل من اهلها عشان يبقى قوات جيش المسلمين 12000 مقاتل. ويتحرك الجيش بعدها للطائف في اتجاه قبيله بني ثقيف وهوازن المعروفين بكرههم الشديد للمسلمين. ودي تعتبر اول معركه بيكون فيها جيش المسلمين اكبر من جيش المشركين اللي كان تعداده تقريبا 100000 مقاتل. قدر المسلمين انهم ينتصروا في غزوه حنين، واللي اتسمت بالاسم ده بسبب وادي حنين اللي كان شاهد على احداث المعركه. دي تعتبر اول معركه يصاب فيها خالد بن الوليد بسبب انه كان موجود في مقدمه الجيش عشان يمهد الطريق للمسلمين بسبب الكمائن اللي كان مجهزها جيش المشركين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بايده على جسم خالد فقام مره ثانيه واستكمل المعركه.
المعركه، وقدر المسلمين انهم يحققوا الانتصار على قبيلتين هوازن وثقيف. والغزوه دي كانت اول مره يقع فيها المسلمين في كمين نصبوا ليهم العدو، ويعتبر ده تاني اكبر كمين ينصب جيش كامل لجيش تاني بعد كمين اللي قام بيه القرطاجيين لجيش الرومان سنه 217 قبل الميلاد. وسنه 11 هجريا توفى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسك ابو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافه. وقتها بدا عدد كبير من المسلمين اللي ايمانهم ضعيف الارتداد عن الاسلام، وما بقاش بس ناس بتخرج عن الاسلام او بيمتنع عن دفع الزكاه، لا ده ظهر شخصيات بتدعي النبوه زي مسيلمه الكذاب والاسود العنسي وطليحه بن خويلد ولقيط بن مالك. وكمان ظهرت ست اسمها سجاح بنت الحارث وادعت النبوه. في ظل الفتنه دي امر ابو بكر الصديق خالد بن الوليد بانه يتجه لصد حملات تشويه الاسلام من المرتدين، وامره بالذهاب لبني الاسد اللي انضم ليهم بني الغطفان وبني طي، وراح هناك عشان مدعي النبوه طليحه بن خويلد. مدعي النبوه طليحه كان متمركز في خيمته بعيدا عن ساحه المعركه، وكان مساعده وقائد الجيش بيروح يساله من وقت للتاني اثناء المعركه اما جاء جبريل بعد، فيقول له لا، فيسيبه يكمل المعركه لحد ما اشتدت المعركه. ورجع اتباعه يسالوه يعملوا ايه، اما جهز فرصه واخد زوجته وقال له من استطاع منكم ان يفعل مثل ما فعل وينجو باهله فليفعل. وهرب طليحه على فرسه مع زوجته وانهزم جيش المشركين. وبعدها واجه خالد بن الوليد مسيلمه الكذاب في معركه اليمامه، واللي دارت احداثها في صهر عقرباء في شرق شبه الجزيره العربيه. كان جيش المسلمين وقتها 13000 مقاتل مقابل 40000 من جيش مسيلمه، وبعض الروايات قالت انه كان 100000 مقاتل. وكانت من اشهر معارك المسلمين في حروب الرده، واللي انتهت بانتصار المسلمين ومقتل مسيلمه الكذاب. ولكن مات كتير من حافظه القران في المعركه دي، ونتيجه لده امر ابو بكر الصديق بجمع القران في مصاحف. تم القضاء على باقي المرتدين في مناطق الجزيره العربيه في حوالي 5 شهور عن طريق حملات منظمه بقياده عمرو بن العاص في الشمال وخالد بن الوليد في اوساط الجزيره. ومع انتهاء حروب الرده بدا التفكير في العراق وفتحها، ومنها تامين حدود الدوله الاسلاميه والقضاء على الفرس. وانطلق جيش خالد مكون من 18000 مقاتل من ضمنهم الصحابي القوقاع رضي الله عنه. وبعت خالد رساله لهرمز قائد جيش الفرس وقال له اسلم تسلم، قد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه. طبعا احنا بنتكلم في دوله زي الفرس من اعظم واقوى الامبراطوريات في الوقت ده سواء من الناحيه الاقتصاديه او الحربيه. وصل خالد بجيشه لمنطقه القازمه عشان يعسكر فيها. بعد ما وصلوا الاخبار بتحرك جيش الفرس لهناك، انطلق خالد بالجيش لمنطقه الحفير، فتحرك هرمز وجيشه لهناك. واول ما قرب اتحرك خالد تاني لمنطقه القازمه عشان تبقى هي ارض المعركه. والمناوره اللي عملها خالد كان الغرض منها ارهاق واضعاف جيش الفرس، ان الجندي الفارسي مسلح باسلحه كتيره ده غير الدروع الثقيله، فكل ده بيأثر عليه وبيضعفه. ولكن هرمز عسكر بجيشه جنب مناطق المياه في القازمه عشان يمنع عن المسلمين الميه. وعلى طول قام خالد وخطف في جيش المسلمين. المعركه دي اتسمت ذات السلاسل لان هرمز امر جنوده بربط نفسهم بالسلاسل عشان ما يستسلموش ولا يهربوا من ساحه المعركه. طبعا ده جاب نتيجه عكسيه لان ده قلل من حركه الجنود، على عكس جيش المسلمين اللي تسليحه كان سيف ودرع في الايد. طلب هرمز مبارزه خالد وامر جنوده انهم يتسللوا من ورا خالد، بس القعقاع بن عمرو عرف بالمخطط وانطلق عشان يساعد خالد، وقدر الاثنين انهم يقتلوا هرمز وجنوده في بدايه المعركه. ومن هنا بقى اضطربت صفوف الفرس واستغل المسلمين الفرصه، وبالفعل قدروا يحققوا الانتصار على جيش الفرس. وبعد الانتهاء من الفرس بدات الانظار تروح ناحيه الروم وفتح بلاد الشام. في معركه اجنادي كان قوات جيش المسلمين فيها 32000 جندي قصاد جيش الروم المنظم اللي وصل عدده ل 90000 جندي. قبل المعركه بعتوا الروم رسول بيعرض على خالد الاستسلام مقابل دينار وثوب وعمامه لكل جندي، والخالد 100 ثوب و100 دينار و100 عمامه. وبالطبع رفض خالد الاستسلام، وبدات المعركه بارسال قائد من المسلمين عشان يقاتل قائد من الروم. وامر خالد درار بن الازور بالتقدم، واللي كان معروف بقوته بدا يقتل جندي فيرسل له جندي غيره، فهكذا لحد ما بداوا الجنود من الطرفين يخرجوا واحد ورا واحد. وبدات المعركه بعد اول يوم من القتال. ارسل الروم رسول عربي للتفاوض وقال لخالد ان الروم عايزين صلح، بس خالد هدد الرسول انها لو كانت مؤامره ومش ناويين على الصلح فهو هيتم قتله. وبالفعل خاف الرسول واعترف ان الروم اثناء الصلح هيكون في 10 جنود هيقوموا بقتل خالد. خالد قال له ارجع لصفوف الروم وما تحسسهمش باي حاجه. وبالفعل ارسل خالد 10 جنود لقتل ال10 جنود اللي المفروض يقتلوه، وقام خالد بقتل وردان قائد الروم. وهنا صفوف الروم اتهزت وبدا القتال ما بينهم. وفي الوقت اللي هترتاح فيه الجنود من المعركه لاستكمالها في ثاني يوم، امر خالد بفتح قلب الجيش عشان يظهر عمر بن ابي بكر ومعاه 4000 مقاتل من عند مؤخره الجيش واللي كانوا بيمثلوا الجيش الاحتياطي، وقاموا بالهجوم المفاجئ على الروم اللي بداوا ينسحبوا باسلوب غير منظم عرضهم لخسائر مفجعه. الروم ما استسلموش وحشدوا اكبر تجمع ليهم واللي مقدر بحوالي 240000 مقاتل عشان يحاربوا المسلمين في معركه اليرموك اللي شافت اقوى تكتيكات الحروب في العالم. والقائد في المعركه دي كان ابو عبيده بن الجراح، وتحته كان خالد بن الوليد اللي كان ماسك التخطيط العسكري. وهتلاقوا بعد مسيره حافله من المعارك
والحروب اللي قام بيها خالد بن الوليد لدرجه ان ما كانش في مكان في جسمه ما فيهوش ضربه سيف او رمح. اما عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد بسبب ارتباط فكر المسلمين بالنصر بوجود خالد بن الوليد في الجيش. وتوفى خالد سنه 21 هجريه، والمسلمين حزنوا حزن شديد على موت خالد بن الوليد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع النساء بتبكي عليه على مثله تبكى البواكي. وبس كده يا صديقي، دي كانت قصه اعظم قائد عسكري في التاريخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تستنونا في الحلقات الجديده.